ويا صباح الورد والفل والياسمين على كل اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد. ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم وينال رضاكم وتستفادوا منه. ان شاء الله النهارده هشارككم احتفالنا كده بالمشتريات الجديده والاجهزه الجديده وفرحتنا كده وجبر الخاطر. ربنا يا رب يفرح قلوبكم حبايبي جميعا. وهنعمل مع بعض احلى تورتايه اقتصاديه زي المحلات بالظبط، ما تختلفش عنها اي حاجه خالص، ولكن هنعملها كده بعمايل ايدينا في البيت. ولو رحت جبتها من بره شوفي هتكلفك قد ايه. تعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ كده ونشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا النهارده. كمان يا بنات هشارككم جولة كاملة كده في معارض الأجهزة، واعرفكم كمان أسعار الحاجة اللي أنا جبتها. فإن شاء الله فيديو النهارده بجد كده يعجبكم ويفيدكم. يلا بينا كده يا بنات نعيش اليوم مع بعض. وفضلا منكم حبايبي واخواتي ما تنسوش حطوا لايك للفيديو، كومنت قمر زيكم، واتمنى تنوروني بالاشتراك من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. اول حاجه عملتها هنا بنات، انا جايبه هنا نص كيلو دقيق اسبونج جاهز. الاسبونج ده بجيبه من عند اي محل حلويات، يعني اي محل بتاع مستلزمات حلواني. جبت نص كيلو دقيق اسبونج ابيض عشان يكون ارخص، لان اللي هو بالشوكولاته بيكون اغلى شويه. ضفت عليه مقدار كده معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني، معاهم 6 بيضات، معاهم نص كوبايه ميه، وكمان معلقه من محسن الجل. محسن الجل ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه ما تحطوهوش. كده كده دقيق الاسبونج ده يا بنات هو اصلا بيكون فيه كل المحسنات، بس انا بحطه عشان تكون هشه اكتر، عشان تكون طعمها هو طعم اللي بتجيبيه من بره بالظبط، نفس الكيكه والطراوه وكل حاجه. فالمهم حبايبي حطيت المكونات كلها على بعضها وبدات ان انا شغلت العجان عندي. بصوا بقى اقول لكم تاني المقادير بتاعه خليط الكيك. نص كيلو دقيق اسبونج جاهز ابيض، حطيت عليه معلقتين من الكاكاو، ضفت عليهم كمان يا بنات معلقه كبيره من المحسن الجل، ضفت عليهم 6 بيضات، وكمان معانا نص كوبايه ميه، يعني مش نص قوي، يعني اقل حاجه بسيطه. بس كده ما حطيناش اي حاجه تاني ولا في اي اضافات تاني. اهم حاجه بس ان احنا نضرب الخليط ده كويس جدا جدا في العجان، هنضربه لحد ما لونه يفتح معانا شويه، وتلاقي ان الخليط كده تضاعف حجمه. في الوقت ده اقول لك خلاص انت كده جاهزه ان انت تفضيه في الصينيه او القالب اللي انت هتشتغلي بيه. وقبل ما نفضيه لازم نديله التقليبه دي، علشان ساعات بيكون لو هتشتغلي في العجان بيكون فيها بنات دقيق من تحت كده ما بيكونش اختلط كويس مع المكونات. طيب ممكن حد يقول لي ايه هو لازم عجان؟ لا عادي، تقدري ان انت تشتغلي بالمضرب الكهرباء اليدوي، بس هي وصفة التورته دي يا بنات ما تنفعش غير بجهازين دول، هو يا اما العجان يا اما بالمضرب اللي هو بتاع البيض، قصدي مضرب البيض الكهرباء. تمام. لو عندك مضرب البيض هتعمليها عادي مفيش اي مشكله، انا ما كنتش بعمل اصلا التورت غير بمضرب البيض. المهم بقى حبايب قلبي، حطيتها هنا في قالب. القالب ده انا حاطه بس فيه ورقه زبده من تحت، وكمان يا بنات مش دهناه اي حاجه خالص، انا بس حطيت ورقه الزبده ورحت داخله منزله قصد الخليط ومدخلاها الفرن. دخلتها الفرن على رف اوسط ونفس درجه حراره الكيكه بالظبط. انا عندي يا بنات يعني ما اقدرش اقول لك الدرجه كام بالظبط، لان انا عندي درجه الفرن عاليه فانا بخليها على المتوسط. هنا بعد ما خرجت معايا بدأت كده ان انا بصوا يعني ايه سلكتها بس كده من الجوانب كده، بحيث ان انا اقدر ان انا انزلها بس خلاص على كده. وبتنزل بقى يا بنات بصوا بمنتهى السهولة هتنزل معانا. بصوا احلى كيكة احلى تورتايه. ما حبيتش ان انا اعملها معاكم بالدقيق العادي، انا بعمل خليط الكيك ده بالدقيق العادي برضو، ولكن يا بنات كده عشان بس يعني التورته دي اتطلبت مني تقريبا بنوته عشان عيد جوازها تقريبا او عيد ميلاد جوزها، مش عارفه مش متذكره الصراحه، بس هي قالت لي ايه عايزه اعمل تورتيه كده في البيت تكون حلوه وتكون سهله عليا ان انا اعملها، وعشان كمان تنجح معاكي وتكون كده يعني تعمليها بقى وتكملي فيها كده وانت مرتاحه، فخليكي في الدقيق الاسبونج الجاهز. تمام. وكمان تجيبيه من حد يكون ايه يعني علي يعني ما شاء الله هو شغال اصلا، يعني فاهماني. ناس كتير عنده ناس رايحه جايه وكده، عشان الدقيق ده لما بيقعد عايزه اقول لكم يا بنات بيبقى المحسن فيه ما بيبقاش مفعوله زي وهو لسه ايه مفتوح، فاهميني، والشكاره لسه مفتوحه، لان هي بتبقى عباره عن شكاير هو بيوزن لك منها. طيب المهم جيت هنا بقى يا بنات بدأت كده ان انا طبعا شلت وش الكيك ده كله، وش التورتايه، لان ده بيكون فيه زفرة البيض، فببدأ ان انا ايه اتخلص منه. ماشي. وكمان هو اصلا ملوش لازمه وبيبقى كده يعني مش هيبقى حلو اصلا لو سبتيه، بس وما بيطلعش كميه كبيره، يعني زي ما انتم شايفين كده دوبك القشره اللي بتكون على الوش. بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ بقى يا بنات ان انا ايه اقطعها كده معايا، هقطعها على 3 ما شاء الله. وعايزه اقول لكم على فكره ان نقدر نقطعها على 4، يعني التورتايه دي
تجيب معانا 4 طبقات وتجيب معانا 3 طبقات، بس احنا عشان بنحب الكيك كده فحبيتها ان هي تكون على 3 وخلاص، وكمان عشان ما تاخدش معايا كميه كريم اكتر. بس المهم حبايبي اهو قطعتها بقى كده بالترانش ده. بصوا بالنسبه بنات للادوات بتاعه التورت والحلويات والحاجات دي، انا بصوا بتسلى فيها كده. يعني مثلا ايه، وانا مثلا بجيب شويه حاجات من عند اللي هو محلات مستلزمات الحلواني، بقوم مثلا جايبه لي ايه، اجيب اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو الترانش اللي انا شغاله بيه دلوقتي يا بنات. مثلا اجيب اللي هو الطبق الدوار، يعني ابدا اجيب مثلا كيس حلواني، اجيب قمح. فتلاقوني كده ايه بجيب يعني باخدهم كده ايه حاجه بحاجه، فاهمين؟ كاني بحوشهم. الحاجات دي وجودها في البيت تسهل عليكي ان انت تعملي اي وصفه انت عايزه تعمليها. ما هي الادوات هي اللي بتسهل عليكي الوصفه، فهتقدري ان انت تعمليها بمنتهى السهوله، فاهميني؟ المهم بقى حبايب قلبي، جيت هنا عملنا بقى التشريبه كده بتاعه الكيك بتاعتنا. انا كان عندي شويه لبن، ضفت عليهم كده معلقه عسل نحل، او ممكن نحط كمان سكر، وتدوبيها كويس كويس كويس. وبعد كده ايه، ابداي ان انت تشربي الكيكه بيها. تعملي لبن او ميه ده في حين ان انت عارفه ان التورتيه دي مش هتقعد معاكي اكتر مثلا من يوم، يعني هي يا دوبك النهارده وبكره تكون اتاكلت. لكن لو هتطول معاكي بقى في التلاجة وتقعد لها بتاع 3 4 ايام، لا طبعا يفضل ان انت تعملي اللي عارفين اللي هو الشربات بتاع الحلويات. هتاخدي منه كده يعني على قد كميه التورته بتاعتك، وخففيه كده بميه حاجه بسيطه، واشتغلي منه عشان تحافظ على طعمها وطعمها ما يتغيرش. لان يا بنات اللبن او الميه بس بيغيروا من طعم التورت لو قعدت عندك. بس انا بما ان عارفه ان هي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هي يا دوبك هتقعد اليوم بتاعها، فعملتها باللبن. وكمان من يعني من لبختي وعيالي واقفين جنبي لبخني، عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات عملت تشريبه الاول طبقه، الطبقتين التانيين نسيت اصلا اعمل لهم التشريبه، يعني هشيل اللبن زي ما هو دلوقتي. المهم حبايبي جيت هنا بقى جبت كده صينيه حطيت فيها التورتيه بتاعتي. بدات نزلت باول طبقه وشربتها، وبعد كده رحت حاطه عليها كده الكريمه. بالنسبه بنات للكريمه طبعا انا يعني قلت بقى انجز معاكم عشان بس ايه، يعني وقت الفيديو وكده، ولسه معانا بقى جوله ايه طويله يعني عريضه فيها بقى ايه يعني برضو افكار حلوه كتير، وفيها كده يعني تفاصيل ان شاء الله هتعجبكم. فعايزه اقول لكم عملت الكريمه مع نفسي. بس الكريمه هي اصلا برضو بسيطه، كوبايه الكريم شانتيه عليها كوبايه ميه متلجه او كوبايه لبن متلجه، يا اما كوبايه لبن يا اما كوبايه ميه، عليها معلقتين سكر. ده مقدار كريمه، ضعفيه زي ما تحبي. بس عايزه اقول لكم ان التورتيه دي يا بنات اخدت معانا هي كوبايه كريمه بس. اي أيوة والله بجد، يعني زي ما بقول لكم اخدت كوبايه كريمه واحده بس، هي اللي عملتها لان ما كانش عندي غيرها اصلا. وحطيت لها كوبايه ميه متلجه، وحطيت لها معلقتين السكر، وضربتها طلعت بقى بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. المهم بقى بدأ، وحطيت لها كمان معلقه كاكاو، لان بما ان دي كيكايه شوكولاته فرحت حاطه كده كاكاو للكريمه. بس بدأت يا بنات حطيت بقى الكريمه كده في النص، وببدأ ان انا بقى ايه افردها كده واسحبها، ما بكترش قوي حشوه الكريمه ما بين الطبقات. وحطيت كده عليهم رشه شوكولاته، وبعد كده حطيت عليها شوكولاته برضو نوتيلا عشان اطعمها كده يا بنات تبقى بحشوه يعني. انت برضو براحتك خالص على فكره، ممكن التورتيه بتاعتك تكون كلها فانيليا، يعني بلاش بقى تحطي كاكاو من البدايه في خليط الكيك. وكمان تقدري الحشوات بتاعتك بقى، يعني لو عايزه تحطي حشوه ما بين الطبقات ممكن تحطي صوص فراوله، ممكن مثلا تحطي صوص الكراميل براحتك خالص، ممكن تحطي حشوه مكسرات مجروشه مع الكريمه، فهتطلع يعني جميله. بصي انت جودي بقى من عندك. المهم يا بنات خلصت الطبقات كلها، وبعد كده خدت باقي الكريمه اللي معايا حطيتها بقى كلها كده على التورتيه من فوق. وهبدا بقى كده ان انا بصوا بالسكرابر بقى بنات، وهبدا ان انا اجلس كده التورتايه على قد بقى، لان انا في التجليس ده يعني اختكم كده على الله حكايتها يعني بجد. يعني كمان احنا دلوقتي في الحر، فعايزه اقول لكم اصلا الكيكايه عماله تسيح مني والله بجد، التورتايه عماله بتسيح مني، عماله اجيبها شمال اجيبها يمين عماله تسيح. وكمان مشغله لها المروحه وكده. شغل اصلا التورت في الصيف بيكون على فكره متعب للصنايعيه نفسهم، يعني لازم يكون شغال في مكان طبعا فيه تكييفات عشان يحافظ على ان التورتيه ما تسحش منه. ده بالنسبه طبعا للمعامل وكده. اما بالنسبه بقى لواحده فاتحه مشروع في البيت وكده، بيكون فعلا الموضوع صعب عليها جدا جدا، لان وقفتها واقفه في المطبخ، شغلها في المطبخ، فبتسيح بقى منها. فلازم تكوني سريعه بقى، لازم تكون ايدك سريعه وبسرعه بسرعه كده عشان تقدري ان انت ايه تنقذي الموقف. بس الحمد لله رب العالمين ده اللي قدرت اوصل له. طبعا لو كانت في الشتاء كانت هتبقى متساويه اكتر بكتير واحلى بكتير من كده.
بس الحمد لله يعني اللي احنا وصلنا له يعني ايه، الحمد لله في المظبوط والمعقول. انتوا قولوا لي رايكم، ما تنسوش طبعا. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في التورتيه اللي احنا عملناها دي، وعايزاكم تشجعوا ان انتوا تعملوها كمان يا بنات. نص كيلو الدقيق الاسبونج عامل 40 جنيه من الحق، قلت برضو اعرفكم سعره. وصدقوني ما خدتش تكلفه في الكريمه ولا في التزيين ولا اي حاجه، يعني حاجات بسيطه كده وبس. وبالنسبه للكريمه، التمن كريمه اللي هو ما يعادل كوبايه برضو عامل 40 جنيه. لو قدرنا يعني ان هي متكلفه معانا حركه مثلا، يعني خلينا نقول يا بنات 150 جنيه، خلينا نقول 150 جنيه. هل انت هتجيبي تورتايه من بره من المحل ب 150؟ اقل تورتايه بالحجم اللي انت شايفاه ده مش هتعمل اقل من 500 جنيه. مع يعني ده اقل حاجه، بحشوات بشوكولاته بالنوتيلا باللي انت شايفاه ده كله. المهم بقى حبايبي، كان عندي بقى صوص لوتس كده في السبريد لوتس في التلاجة عندي، وكان عندي برضو بواقي كده شوكولاته نوتيلا اللي هو الجردل اللي انا بجيبه معاكم في المشتريات بتاعه الشهر ده. اخدت منه بقى يا بنات من ده معلقتين ومن ده معلقتين، وسيحتهم كده على معلقه زيت في الميكروويف، طلعوا معايا ايه بصوصات القمر اللي انتوا شايفينها دي. عملت بقى صوص النوتيلا وعملت صوص اللوتس. وبالنسبه للشوكولاته الغامقه دي شوكولاته مكعبات عادي الغامقه العاديه، وانا اللي بعمل الصوص ده. انا يعني طريقه صوص الشوكولاته دي موجودة يا بنات على القناة، هتلاقي في الفيديوهات يعني كده، وانت ايه بتتسلي كده فيها هتلاقي طريقة ايه صوص الشوكولاتة. بس بدأت بقى ان انا ايه بعدت بقى كده، جبت اللي هو الشوكولاتة اللي هي الكريسب الكبيرة دي، وبدأت كده ايه اهو بصوا بنات هحاول اعمل يعني شكل كده حلو يعني على قد ما اقدر. طبعا انا خليت نص التورتايه بالنوتيلا علشان إيه هما بيحبوا النوتيلا اكتر حاجة بس، والباقي بقى عملته زي ما انتوا شايفين كده نص ونص. بدأت بقى زينتها كده بالشوكولاتة، ومحمد كان جايب لي البسكوتة دي بحبها قوي قوي، فرحت مقطعاها كده على 3، هي اصلا بتكون واحدة بس، قطعتها كده على 3 ورحت حطاها كده على التورتاية. وجبت هنا بقى يا بنات كده كريز، بصوا عشان بقى نكسر الوان الشوكولاتات دي كلها، ورحت حاطه بقى كريز. بحب الكريز جدا. اليومين دول موجود في السوق على فكره، بس سعره غالي قوي قوي قوي. بس انا هحاول يعني، انا هحاول بقدر امكاني يعني ان انا ان شاء الله اجيب له ربع، لان انا بعشق الكريز. الكريز اللي هو الطبيعي الاصلي. بس المهم حبايبي، جيت هنا برضو بصوا حطيت كريسبي برضو ابيض. بصوا ايه رايكم كده؟ شو يعني كده التورتيه بتاعتنا خلصت. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال والحلويات دي ده، والطعم بقى ايه في حته تانية خالص خالص، بجد طعمها رهيب. يعني طعمها جميل، وبصوا مخدومة خدمة كويسة. ايه رأيكم؟ التورتايه دي يا بنات تكفي 8 افراد، ياخدوا كل واحد قطعة بسم الله ما شاء الله كبيرة. هقطعها معاكم دلوقتي تشوفوا كمان حجم القطعة قد ايه. اللهم بارك، الحجم مظبوط وحلو، وبجد تكفي فعلا 8 افراد كبار يعني مش صغيرين. بس هبدأ بقى ان انا اقطعها معاكم عشان بقى تشوفوا الطعامة كده والجمال بقى والحلويات والطبقات وكمان هناكلها كده مع بعض برضو عشان تشوفوا طراوتها. بس انا قلت بقى افرح كده الولاد معايا. عندي اصلا ولادي بيحبوا قوي التورت والجاتوهات وكده، فتلاقوني دايما يعني من وقت للتاني، مش على طول اكيد، بس دايما كده من وقت للتاني او في اي مناسبة بحاول ان انا اعمل لهم حاجة حلوة. وكمان عشان في متابعة حبيبتي طلبت مني بقى التورتية دي، وبصوا يعني قالت لي بالله عليك يا ايه تعملها لنا عشان عايزة اعملها في البيت وكده، فقلت لا اعملها لكم طبعا بدم بايديا. بس فربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، اعملوا الحاجات الحلوة دي في البيت، وبجد اتبسطوا وبسطوا اولادكم وفرحوهم. وصدقوني ربنا بيعوض والله العظيم، مهما جيتي على نفسك، مهما جيتي على نفسك عشان خاطر اللي حواليك، ربنا هيعوضك بكل حاجة حلوة، لان ربنا كريم. وكمان ربنا يعني بيحاسبك على نيتك وعلى قلبك. فطول ما انت نيتك سليمة، طول ما قلبك يعني على كل اللي حواليكي وبتعامليهم بما يرضي الله، وبتحاولي ان انت ترضي ربنا في اللي حواليكي، ربنا هتلاقيه باعت لك الفرحه كده من يعني من غير من يعني من حيث لا تدري. بجد يعني هتلاقيها كده جايه بتطبطب عليكي وتفرحك الفرحه اللي تستاهليها. الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يحنن قلوبنا جميعا ويرضينا. وتعالوا بينا بقى لما نشوف الحلويات اللي قدامكم دي، شايفين الجمال؟ والله العظيم يا بنات بسم الله ما شاء الله عليها وعلى جمالها. قلت بقى كده ان انا اقطعها عشان اقدمها للولاد. وزي ما قلت لحضراتكم هي بنات تكفي ما شاء الله 8 افراد كبار. يعني القطعه من دول تكفي بتهيألي طفلين، يعني لو اطفال هتكفي طفلين ما شاء الله.
يعني انا عندي البنات ما قدروش ان هم يكملوا القطعه، فاكلوا جزء منها وسابوا جزء. بسم الله ما شاء الله. بس بدات كده ان انا قطعتها بقى، وهوريكم بقى القوام بتاعها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، قد ايه هشه، قد ايه ما شاء الله يا بنات. بصوا يعني ما شاء الله، بصوا طريه كده وبجد جميله قوي. وما شاء الله على فكره لو حسبتيها هتلاقي ان تكلفتها بسيطه جدا. هي بس يعني الصوصات اللي محطوطه عليها دي يا بنات، تقدري على فكره تجيبي يعني اللي هو الصوصات السايبه دي، تقدري تجيبي ب20 ب15 ب30 زي ما انت عايزه. حابه تجيبي العلب وتخليها عندك تشتغلي منها من وقت للتاني، بتتحط عادي برضو في التلاجة او في الفريزر وبتقعد معاكي. بس هي مش اخده كميه كبيره. انت متخيلين ان دي معلقه شوكولاته؟ والله بجد معلقه شوكولاته ومعلقه لوتس، وانا بس حاطه عليهم معلقه زيت عشان تديني لمعه كده وتسيح معايا. بس ده كده شكلها يا بنات، وده قوامها اللهم بارك، جميله جميله. يلا بينا بقى عشان ندخل كده على الجوله بتاعتنا. قلت بقى اعمل لكم كده جوله كامله شامله كل الاجهزه، الاير فراير وكل حاجه، كل حاجه هشاركها معاكم دلوقتي بالاسعار، واعرفكم كمان يا بنات الحاجه اللي انا جبتها باسعار ايه. تعالوا بينا لما نشوف. بصوا بقى، طبعا انا لفيت عشان اجيب الحاجه بتاعتي اللي انا جبتها دي، لفيت كتير كتير جدا، لاني بحب يا بنات ان انا لما اجيب الحاجه يعني اللهم لك الحمد يا رب اتوفق فيها. لان الواحد اكيد يعني انت مش بتجيبي جهاز عشان كل مثلا فتره قريبه تغيريه، لا انت عايزه حاجه تكون معمره، حاجه تعيش معاكي. قصاد ان انت مثلا ست مثلا شاطره ونظيفه وبتحافظي على الحاجه، فاللهم بارك ربنا بقى يرزقك خيرها. فانا بحب كده، انا احب ان انا لما اجي اجيب الحاجه، اجيب الحاجه المضمونه، الحاجه النظيفه من المكان الصح. المهم حبايبي، هنا كنا في شركه العربي. عايزه اقول لكم اللهم بارك، يعني القلايات وكل حاجه عنده جميله. كان محمد عايزنا نجيب القلايه اللي هي السودا دي، اللي هي جنبان. بصراحه هي كبيره، وانا مع يعني هي فكرتها حلوه، بس انا حسيتها مش هتكون مناسبه ليا، او مثلا هو عاجباه في حته ان هو جنبها تحط فيه الفراخ وجنب البطاطس وهتشتغل مره واحده. بس لا عادي، احنا نظبط وقتنا والدنيا هتمشي. هنا بقى يا بنات دي كده الميكروويف. ما شاء الله الميكروويف دوت اللي هو ده زي بتاعي بالظبط، بس انا بتاعي بايد، يعني الموديل بس هو اللي بيختلف. وبالنسبه للاسعار انا عامله لكم اهو زوم على الاسعار. الميكرويف جميل يا بنات وحلو في حاجات كتير جدا جدا. زي تسخين العيش، بيريحك بقى من بهدله البوتاجاز، بتعملي فيه شوكولاته، بتسخني فيه الاكل لو مثلا جوزك بيرجع متاخر، حد من الولاد راجع من الدروس متاخر. كل جهاز صدقوني بيكون ليه اهميه، وبيكون فيه راحه لست البيت، والله بجد يا بنات. بس هنا برضو المكانس بقى وكده. بصوا انا في مكنسه طالع عيني عليها هوريها لكم دلوقتي. بصوا كل ما باجي العربة تجيب اجري اروح ابص عليها، وعمال سعرها عمال يزيد، وانا برضو مشتاقه ليها. هوريها لكم، نفسي فيها جدا جدا جدا، ما شاء الله عليها اصلا. المهم بنات دي كده اللي هي المكانس اللي هي التورنيدو، اللي هي الكيس بقى. بس انا بصراحه يعني انا ما عمريش كان عندي مكنسه اللي هي الكيس. دايما المكنسه يعني بتاعتي اللي هي التانك، فمش متعوده على الكيس ده خالص. هنا بقول لكم شايفين مكنه الزبادي بكام؟ ب 1400 وكسور. انا كنت جايباها ب 700 جنيه، والله بجد، بس جميله وبتعمل الزبادي حلوه قوي. نفسي برضو اجيب المكنسه اللي هي قصدي يا بنات اللي هي ممسحه البخار دي برضو نفس النوع بتاع المكنسه اللي انا عايزه اجيبها. جميله برضو دي، حلوه قوي دي بقى، بتعقم الارضيات بقى يا بنات، وتنفع في حاجات كتير، يعني ليها ما شاء الله مميزات كتير قوي قوي. بسم الله ما شاء الله عليها بصراحه. دي اللي هي هوفر، في كذا حاجه من شركه هوفر عجباني. زي بنات المكنسه اللي هي مكنسه البخار دي، ممسحه البخار، وهي دي المكنسه اللي بقول لكم عليها، هي هوفر برضو. عامله 14 ونص، 14000 ونص، بس تحفه تحفه تحفه، ربنا يبارك له يا رب اللي يجيبها. بجد جميله، وكمان تانك بقى يا بنات اللهم بارك، ومعاها شويه قطع ما شاء الله اللهم بارك. دي بقى المبردات. كنت الاول خالص قبل ما اجيب المبرد بتاعي كنت هجيب المبرد ده اللي هو ب 7129، اللي هو السيرفر، ما لقيتهوش. عيب شركه العرب اليومين دول كل ما تيجي تساليهم على جهاز يقولك مش موجود. فروحت جبت بقى التاني يا بنات من الوكيل بتاعه، يعني جبت اللي هو معايا في البيت ده من الوكيل بتاعه، كان اقل برضو من السبعة بحاجه بسيطه. بس ودي كده البوتاجازات. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز ده بيكون استعماله يعني اقوى من البوتاجاز البلت ان. يعني لو انت بتفكري مثلا تجيبي فرن بلت ان وبوتاجاز بلت ان، لا يا بنات، بتكون درجه حرارتهم اهدى شويه كتار عن ده. وعلى فكره البوتاجاز العادي بيطلع شغل احسن بكتير جدا من البلت ان. بس هي الفرق في ايه؟ في الشكل. يعني انا لما فكرت اجيبه انا جايباه عشان الشكل العام، يبقى شكله حلو، يتحط كده على الرخامه، بيكون سهل التنظيف جدا 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 بصراحه.
يعني تقدري ان انت تمسحيه كده وتنضفيه بمنتهى السهوله، مش اللي هو مثلا تلاقي الدهون بقى ايه دخلت في كل كده جنب من الجوانب بتاعته، لا خالص. ودي بقى يا بنات الغسالات، شايفين الاسعار راكبه صاروخ والله بجد. كل اللي عنده حاجه يحافظ عليها، كل اللي عنده حاجه يحطها في عينيه، واللي نفسها في حاجه بامر الله بامر الله يا رب يا رب يكرمها بيها. يا رب ينولكم يا بنات كل اللي انتوا نفسكم فيه وكل اللي بتتمنوه، قادر كريم يا رب. طبعا انا بالنسبه لي لو سالتوني بتفضلي يا ايه الغساله دي ولا الغساله الفوق اوتوماتيك، الغساله دي بنات ليها مميزات والتانية ليها مميزات. برضو دي حلوه للشكل العام لو انت مثلا موضبه مطبخك وجايبه حاجه تكون مناسبه للمطبخ. التانية حلاوتها في ايه؟ مش في مسحوق، على فكره على فكره التانية بتاخد مسحوق اكتر بكتير. هكمل لكم دلوقتي لما نروح عندها، بس تعالوا بس الاول نتفرج على غسالات الاطباق دي. بصوا دي تورنيدو، اول ما فتحتها كده لا ما عجبتنيش، رحت قافلاها. قال يعني هشتري. وفي بقى هنا اتنين عجبوني قوي 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 بصراحة. بصوا منها دي شارب، عاملة تقريبا 39 يعني 38 وكسور، قولوا 39 بس تحفة. اللهم بارك يا بنات عليها وعلى جمالها الله. انا وقفت كده جنبها، تخيلت بقى ان انا واقفة في مطبخي، لميت مواعيني ورميتهم فيها. والله بجد عمالة اقول لمحمد الله يا محمد جميلة قوي جميلة. وبصوا ده الدرج اللي هو بتاع بقى المعالق بقى والشوك والحاجات دي، والدرج اللي تحت برضو ده بتاع الحلل. بصوا بس يعني ما شاء الله حجمها حلو وعميقة. اللهم بارك، ربنا يرزقني بيها يا ربنا وانتم امين يا رب يا رب. كل اللي مش عنده ربنا يرزقه بيها يا رب ويراضيه ويكبر خاطره. بس دي بقى يا بنات اللي عجباني برضو. هنا كان في بس ناس كده عمالين يتفرجوا عليها، قلت لما يخلصوا اوريها لكم. هي عامله 45 وكسور، بس هي دي التوب بقى، هي دي بقى بصي اللي تجيبيها وانت بقى وجع القلب بقى ووقفه المواعين غسيل المواعين والكلام ده كله. هي بصراحه اللهم بارك حاجه كده منتهى الجمال. فيعني الشرب والهوفر يا بنات ما شاء الله الاتنين جمال قوي، تقريبا نفس الحجم او الهوفر اكبر شويه. يعني اللي عاجبني في الهوفر الماتيريال بتاعتها، وكمان يا بنات ما شاء الله حجمها حلو. بس نرجع تاني بقى للغسالات، قلت اوريكم برضو كده الغسالات باسعارها بقى، انتوا يعني اتفرجوا كده معايا كده واستمتعوا بالحاجات الجميله بقى وكده. طبعا الاسعار كلها يا بنات طلعت بقى الحاجه كلها بقت غاليه، يعني ما فيش جهاز اقل من 15 دلوقتي. يعني 10 يعني 10 لا بتهيألي ما فيش 10 في الغسالات، 12 وحاجات من دي و24. لا بتهيألي ما فيش اقل من 15. ده 15 دي بتهيألي حجمها صغير جدا جدا. المهم يعني عايزه اقول لكم بنات الغساله دي بتاخد مسحوق على فكره كميته كبيره اكتر من التانية بتاخدش كميه المسحوق اللي الغسالات الفوق اوتوماتيك بتاخدها، ده كمان لو حجمها كبير. لو حجمها صغير اكيد هتختلف لان مش هتاخد كميه غسيل كتيره، فبالتالي مش هتحط لها مسحوق كتير. كمان يا بنات عايزه اقول لكم حلاوه الغساله الفوق اوتوماتيك بقى ان هي تحط لها الغسيل في اي وقت وبتلم الغسيل كله كانها غساله عاديه، بتلم معاك الغسيل كله ما بتبقيش عندك حاجه. التانية بقى تلاقي عندك بيتبقى غسيل، فاهماني؟ فكل حاجه بنات ليها مميزات. انت عايزه تجيبي مثلا غساله اوتوماتيك كامل وجنبها واحده صغيره فوق اوتوماتيك، دي تبقى يعني زي سنده وتساعدك وكده، يبقى انت كده بتفكري صح. يعني انا كآية والله العظيم ندمت ان انا طلعت غسالتي اللي هي فوق اوتوماتيك وبعتها وكده، ندمت قلت يا ريتني كنت سبتها، كانت مساعداني دي جنب دي. يلا الحمد لله. المهم دي بنات المراوح، بصوا انا جايبه المروحه السوداء اللي هي بتتحط على الحيطه دي، والمروحه بتاعه المطبخ انتوا شفتوها. ودي بقى التكييفات، دي تكييفات شرب زي ما انتوا شايفين طبعا اسعار التكييفات طبعا. اللي هو الكبير ده ده اللي هو ال3 حصان يا بنات، وده ال2 وربع حصان. ده اللي هم الكبير خالص، ده اول واحد فوق ابو حاجه و50، ده بتاع الصاله. اللي تحت ده بتاع لو مثلا ايه غرفه كبيره شويه زي غرفه نوم حاجه زي كده. واللي هو تحت خالص ده بتاع غرف الاطفال، غرفه المعيشه، غرفه الليفينج. بس زي ما انتوا شايفين بقى بنات ايه الاسعار وكده. بس هنا بقى بالنسبه للثلاجات يعني ربنا يعين كل الشباب. وربنا بجد ربنا يعين كل الشباب وكل الناس اللي بتجهز بقى ولسه بتجوز يعني عيالها وكده، ربنا يا رب يعينهم ويرزقهم من واسع فضله وكرمه. طبعا تلاجات تورنيدو ارخص من تلاجات شرب، بس لو سالتيني قلت لي يا ايه يعني انا عايزه اجيب تلاجه، اجيب انهي تلاجه؟ هقول لك هاتي شرب. هاتي شرب كده وانت مغمضه عينيكي، هاتي شرب وانت عارفه انك هتجيبي حاجه ما شاء الله معمره. يعني تلاجات شرب ممتازه، وبصراحه خدمه ما بعد البيع اللهم بارك. شركه العربي يعني لا يعلى عليها بنات، وشركه محترمه اصلا. يعني انا يعتبر اجهزه بيتي كلها من الشركه دي. آه كنت انا جبت بصراحه مروحه فريش، وجبت البوتاجاز بقى فريش، هم دول الحاجات اللي عندي فريش. بصراحه عايزه اقول لكم والله العظيم ندمت ندم عمري، وقلت يا ريتني كنت يعني عملت اي حاجه وقتها، وكنت جبت لا حاجات من اللي انا متعوده عليها والناس اللي انا متعامله معاهم.
بس هي الظروف بقى بتحكم، وساعات بيكون غصب عني وكده. بس دي كده التلاجات. بقول لكم التلاجة دي شبه تلاجتي بالظبط، اللي هي دي يا بنات دي شرب زي بتاعتي اللي في البيت بالظبط، بس هتختلف في ايه، تقريبا دي بشاشه من بره، انا بتاعتي من غير شاشه، بس ده شكلها زي بتاعتي بالظبط. دي شاشه ديجيتال اهي بره وبتلمع، انا بتاعتي مط وما فيهاش شاشه. برضو في تلاجة دلوقتي يعني انصحكم ان انتوا تجيبوها، بجد جميلة، يعني فيها فرق سعر حاجة بسيطة ما بين الغسالات اللي انا وريتها لكم دلوقتي، قصدي التلاجات، معلش سوري يا بنات اسفة، قصدي التلاجات اللي انا وريتها لكم دلوقتي، ولكن هي افضل، يعني هي افضل كايه كشكل. كمان ان انت لو بتفكري لقدام ان هي ما شاء الله اللهم بارك عمقها كويس كده يعني. التلاجة الصغيرة دي نفسي اجيبها في اوضة النوم. احط فيها فاكهة وعصاير وحلويات وكيكة وجاتوه وتورت وكلام من ده للروقان بقى. والله العظيم حاجة مزاجي حلو، بحب الحاجات الحلوة كده والنظام والترتيب والأجواء الجميلة وكده. بس المهم بقى يا بنات، وهنا بصوا الديب فريزر ده اللي هو مش عارفة ده شرب ولا تورنيدو اللي أنا وريته لكم، تالي ده تورنيدو، وده شرب جميل قوي ما شاء الله. برضو الأدراج بتاعته كويسة، عمقه كويس، وبرضو لو سألتوني تنصحينا بأي آية نجيب شرب ولا نجيب أي نوع تاني، أقولك هاتي يا إما ديب فريزر شرب اللي هو الرأسي ده، يا إما كريازي برضو حلو، القديم معرفش الجديد بصراحة نظامه إيه، بس القديم كويس. بس شرب يا بنات كديب فريزر أنصح أي حد بيه الصراحة. هنا برضو في اللي هو هوفر، بس ده عامل 41 زي ما انتوا شايفين كده، وما شاء الله كبير، يعني انا مش طايلاه الصراحه. اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك يعني للي يجيبه. ما شاء الله بقى، بصي ده ياخد عجل بقى، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تبارك الرحمن. شوفوا بقى يا بنات اسعار التلاجات عامله ازاي. 76,000 دي اللي هي ليها ديسبنسر من بره، وبصراحه جميله قوي يعني ما شاء الله، حاجه جميله قوي بصراحه، بسم الله ما شاء الله. المهم بقى ان انا عايزاكم كده تشجعي، يعني شوفي ايه هي نواقص بيتك من الاجهزه، ابدأي بالاولويات، اعملي جمعيه، حوشي، صدقيني الاجهزه هي اللي بتريح ست البيت، هي اللي هتوفر عليكي تعبك ومجهودك وصحتك كمان، وان يكون عندك كده يعني احتياجات بيتك حواليكي، صدقيني دي بيبقى يعني حاجه حلوه، حاجه بجد احساسها جميل. ومش لازم ان انت مره واحده يعني انت اكتبي كل نواقص بيتك. هقول لكم على حاجه كنت بعملها والله العظيم يا بنات، والله ويمكن الناس اللي معايا من زمان جدا هتفتكر كلامي ده. انا كنت قبل ما اشتغل يعني على الميديا وكده، وكنت شغاله في مصنع عادي، كنت شغاله انا وجوزي في مصنع اصلا، كنت بكتب ايه، كان معايا كراسه والله العظيم كنت كاتبه كل حاجه نفسي فيها، كنت كاتباها في الكراسه دي، من اجهزه بقى لكل حاجه. وكنت كل ما ادبر اي فلوس ابص عليها، ابص امسك الفلوس دي في ايدي واشوف الكراسه بتاعتي، الفلوس اللي معايا دي هتجيب لي ايه من الكراسه، واطلع اجري اروح اجيبه. والله العظيم زي ما بقول لكم، لان انا امنيه حياتي اصلا وحلم عمري يا بنات اللي انا بجد اتمنى من ربنا ان انا احققه، هي ان انا عايزه اعيش في بيت يكون متوضب كده توضيب حلو، توضيب كده يكون مريح نظيف، بيتي يكون نظيف كده، وفي اجهزتي وفي فرش وفي حفش وفي الحاجات دي، يعني ده بجد حلم عمري اللي هينسيني وجعته في حياتي. يعني بص انا مش عايزه اتكلم، انا مش عايزه، انا بحاول دايما كل ما افتكر اي حاجه من الحاجات اللي انا بجد يعني عشتها في حياتي وكده، مش عايزه افتكرها، مش عايزه اتكلم فيها، انا عايزه كل تفكيري وهدفي فهو ان انا بسعى لتطوير حياتي، انا بسعى ان انا اعوض ولادي بحاجات حلوه، افرحهم، اكبر خاطرهم، اعمل لهم حاجات يفتكروني بيها، وكمان في نفس الوقت اهيئ لهم بيتنا ده ان هو بيت جميل نقدر نستقبل فيه اي حد كده، واحنا يعني رافعين راسنا كده، واحنا فاهمين واحنا مبسوطين ومش محروجين من اي حاجه، فاهميني. بس المهم حبايبي، انا على فكره التلاجة اللي انا كنت عايزه اوريها لكم عدت، هي شرب بنات عامله حاجه و50,000، بس تحفه. انا فتحتها لكم تقريبا كانت اخر واحده اتفتحت، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يرضينا بكل اللي نفسنا فيه يا رب. هنا بصوا قسم الشاشات انا عديته لان طبعا الشاشات شغاله، فمش هينفع ان انا اجيب اللقطه دي. هنا بقى يا بنات بالنسبه للاجهزه الصغيره، اجهزه التورنيدو ما شاء الله برضو كويسه، بالنسبه للمضرب الكهرباء، اللي هو الخلاطات، الهاند بلندر، الكبه، المكاوي الصغيره، الاجهزه الصغيره دي في تورنيدو حلوه. خلي بالكم انا من تورنيدو مش ما بحبش اجيب منها الاجهزه الكبيره، يعني الاجهزه الصغيره حلوه وعلى القد، اما الكبيره قوي دي لا، يعني احب اجيب شرب، انا شرب اصلا بالنسبه لي يعني ماركه مفضله. بس هنا بقى يا بنات بصوا،
دي كده احنا هنا بقى طلعنا من عند شركة العربي، رحنا لشركة البوري. برضو شركة البوري برضو ما شاء الله اللهم بارك، من الناس برضو المحترمة، الحاجة عندهم بصراحة حاجة اصلي وجودة كويسة وكمان يا بنات خدمة ما بعد البيع محترمة، يعني الناس محترمة طبعا، والحاجة بقى بضمانات يعني اهم حاجة. هنا بقى بصوا، ده طبعا انا وريتكم من الاير فراير بتاعتي، وكان في الاير فراير اللي هي فليبس. تمام. كان في نوعين من الفليبس تقريبا، ونوعين من اللي هي الكنود انا جبت اللي هي اللي هي بنات من بره ستانلس، ما عجبتنيش اللي هي اسود. وهنا بالنسبه لمكوه الشعر، انا مكوه الشعر مش جايباها من هنا، انا جايباها من عند الاكيابي، هي التورنيدو الجولد الاصلي، عامله بنات 2250. تمام. بس دي كده الاجهزه، وده كده العجان. شايفين اسعار العجانات دي ميانتا، اللي نفسه في حاجه يسعى عشانها، وتاكدي ربنا بامر الله هيرضيكي طول ما انت بتجتهدي وبتتعبي وبتسعي، وان شاء الله ربنا يفرح قلوبكم بما تتمنوا، وكل اللي نفسكم فيه، امين يا رب العالمين. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم ونال رضاكم واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه حبايب قلبي.